السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يلا عشان نعمل مع بعض النهارده الباستا فلورا يا ولاد. هنعملها بطريقه ايه بقى؟ بالفراوله، مش هنعملها بالتفاح. يلا، طريقتها سهله وجميله قوي، ان شاء الله هتعجبكم. يلا نسمي الله كده ونبدا كده. نقول لكم المقادير يا ولاد. يلا، بسم الله الرحمن الرحيم. هنا معانا نص كوبايه من الزبده. نص كوبايه من الزبده. طريقته سهله جدا. بصوا، نص كوبايه من الزبده، نص كوبايه من سكر البودر، 2 بيضه هنحط عليها شويه فانيليا. بصوا، حطيت هنا، نزلت الاول بالزبده والسكر يتضربوا مع بعض كويس قوي. حطيت هنا ايه، نص معلقه بيكنج باودر، وحطيت شويه من الفانيليا عشان ننزل بيهم على الزبده والسكر. نص كوبايه من من الزبده، نص كوبايه من السكر، 2 بيضه وعليهم رشه فانيليا. ومعانا بقى يا ولاد كوبايتين من الدقيق، حطينا عليهم معلقه صغيره من البيكنج باودر. دي كل المقادير بتاعتنا. بص، خلاص اتخفقوا خلاص كويس قوي مع بعض. وحطيت البيض، والبيض اتخفق معاهم برضو. بصوا، هقلب العجينه بتاعتي بالسباتولا كده، مش شغل عليها العجان تاني، هي مش محتاجه. ما شاء الله العجينه بتاعته بتبقى حلوه جدا وناعمه جدا وطريه جدا، وايه، بنتعامل معاها بسياسه كده انها بتبقى طريه جدا. بصوا يا ولاد، اهو بالطريقه دي. هنعملها كده على شكل كده ايه، مدور كده زي الفطيره كده، عشان نحطها في الصينيه. وانا الصينيه ايه، حاطه فيها كيس حراري اللي بيدخل الفرن ده، قصيته وحطيته عشان اعرف ايه ان احركها. بعد ما اخلص احطها في صينيه التقديم، في طبق التقديم، فتتشال معايا بسهوله. بصوا حبايبي، اهو هنفردها كده بالطريقه دي كده. انا حاطه كيس تلاجة تحت وكيس تلاجة فوق، عشان العجينه ايه، طريه جدا يا ولاد، تعرفوا تتحكموا فيها. بصوا حبايبي اهو، حطيت العجينه كده، ايه، توزعيها في الصينيه كده، وتخليها على جوانب الصينيه كده. احنا عايزينها تاخد شكل الصينيه عشان نحط الحشوه بتاعتنا. وهنسويها كده يا جماعه كده، زي ما انتم شايفينها كده، بمنتهى البساطه. العجينه طريه معانا جدا، بس انت بتسيسيها اهو. ولما تيجي تحطوا الكيس الحراري يا حبايبي، ادهنوا تحتيه سمنه عشان ما يجريش منكم في الصينيه. لازم تدهني الصينيه سمنه الاول، وتفرشي عليها الكيس الحراري وتفصليه على قدها. بصوا يا حبايبي، ده صوص الفراوله اللي احنا عملناه مع بعض اهو يا ولاد. طبعا انتوا عارفين طريقه انا قلتها لكم. بصوا حبايبي اهو بالطريقه دي كده. مش عايزه تحشي صوص فراوله، هتحشي تفاح. مش عايزه تفاح، هتحطي كاستر. مش عايزه كاستر، هتحطي اللي انت حباه. مانجا، اللي انت عايزاه. حته العجينه دي طبعا احنا شلنا ايه، خدنا التلتين حطيناهم في الصينيه، وسيبنا تلت كده عشان ايه، نشكل بيه وش العجينه بتاعتنا، وش الصينيه بتاعتنا. شكلي بقى بالشكل اللي انت حباه. تعملي شرايط، تعملي بصي زي الحبل المبروم كده، الشكل اللي يعجبك بقى. كل مره شكلي مره، يعني انا كل ما اعمل بعملها بطريقه شكل. كل مره بخلي الصينيه ليها شكل تاني، تغيير بس. اعملي يا حبيبتي، ربنا يحسن ما بين ايديكي. انت اللي هتاكليها، زوقيها وزينيها بالشكل اللي انت حباه وعايزاه، وحشي الحشوه اللي انت عايزاه. اهم حاجه العجينه بتاعتك تكون حلوه، مقاديرها مظبوطه. بس بناء عليه بقى، ده الاساس بتاعنا، حطي بقى عليه اللي انت حابه تحطيه. بصوا حبايبي اهو، انا عملتها كده ايه، شرايط كده. بصوا، بحاول ان انا ايه، اعمل لها بس شكل كده. عايزه تخليها كده من غير حاجه خالص، دخليها الفرن كده بالطريقه دي. بس الافضل ان انت تعملي شرايط كده عشان تحمي بس الايه، الصوص بتاعك ما يتحرقش. بصوا حبايبي اهو بالشكل ده كده. بصوا يا حبايبي اهو بالطريقه دي كده. اهو بس كده خلاص، خلصت معانا. شكلي يا حبيبتي بالشكل اللي يجي على بالك. اهم حاجه زي ما قلت لك، العجينه بتاعتك مظبوطه وبس. يلا هندخلها الفرن، اول ما تخرج اوريها لكم. بصوا حبايبي، خرجت معانا اهي من الفرن. بصوا الجمال يا ولاد، والله العظيم تحفه تشهي. بصوا تحفه، جميله جدا، ومقاديرها بسيطه جدا. نص كوبايه سمنه، نص كوبايه سكر، واتنين بيضه، كوبايتين من الدقيق. كل الموضوع يا حبايب قلبي. بصوا والله العظيم حكايه جميله يا ولاد، ريحتها قلب الدنيا. بصوا،
انا بقى ايه بسويها قوي، احنا بنحب ايه المعجنات او اي حاجه يا اولاد تدخل الفرن زي الكيكات معجنات، احنا بنحب اللون الاحمر قوي. بصوا حبايبي، بصوا الجمال، قمر قمر ولا مش قمر؟ ايه، والله العظيم جميله جميله جدا. عارفين سعرها كام بره دي؟ ومش بالحلاوه ولا بالجمال اللي احنا عاملينها بيه ده. بصوا الجمال والقمر. يلا حبايبي جربوها، ربنا يحسن ما بين ايديكم حبايب قلبي، وسلام عليكم.